السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة مع الكابتن إسلام. في الحلقة دي حابب أرد على بث مباشر عمله الكابتن خالد الغندور، كان بيتكلم فيه على إن بيتقال عليهم إن هم مطبلاتية على قناة نادي الزمالك وهزاز الرؤوس، سواء هو أو الصحفيين اللي بيكون موجودين على قناة نادي الزمالك. وبيقول لك انتوا ازاي بتقولوا علينا الكلام ده؟ طب ما هو في قناة النادي الأهلي برضو بيطلعوا وما بينتقدوش مجلس الإدارة ولا بينتقدوا الكابتن محمود الخطيب، ومحدش فيهم يجرؤ ان هو ينتقد كابتن محمود الخطيب. عايز اقول لك كابتن خالد الغندور، انت عمرك شفت كابتن محمود الخطيب دخل عمل مداخلة مع القائمين في قناة النادي الأهلي وقعد بالساعات عمال بيشتم ويسب في مصر كلها ومنهم رموز للنادي الأهلي؟ عمرك شفت الكابتن محمود الخطيب عمل مداخلة في قناة النادي الأهلي ولما حد من اللي موجودين في القناة بيتكلم معاه أو بيرد عليه أو بيتناقش معاه يشخط فيه ويزعق فيه ويقول له اسكت وما تتكلمش أو بيغلط فيه؟ عمرك شفت الكابتن محمود الخطيب عمل الكلام ده؟ فكرة ان انتوا هزازي الرؤوس دي بتيجي نتيجة ان انتوا بتفضلوا قاعدين بالساعات، بتوصل لدرجة ان انتوا بتناموا وانتوا قاعدين في مداخلات بيعملها مرتضى منصور بيشتم فيها الناس كلها وبيسب فيها الناس كلها، بما فيهم لعيبة في نادي الزمالك وبما فيهم رموز لنادي الزمالك، وما فيش واحد فيكو بيجرؤ ان هو يقول له ما ينفعش ان يتقال الفاظ زي كده او ان نغلط في رموز النادي او ان احنا نغلط في لعيبه. محدش يجرؤ. ولما حد حتى بيحاول ان هو يضيف على كلامه او يدخل معاه في مناقشه بيتزعق له وبيتشخط فيه وبيتشتم وبيقول له تقعد ساكت، بما فيهم انت نفسك. ففكره ان انتوا هزاز الرؤوس ومطبلاتيه فدي حقيقه، ومهما حاولت انك انت تبرر ليها انت او اي حد من اللي بيبقوا طالعين معاك مش هتغير حاجة قدام الناس كلها بالكامل ان انتوا فعلا مطبلاتية وان انتوا فعلا هزازي رؤوس. مش بس عشان انتوا ما بتنتقدوش الإدارة، ولكن عشان انتوا بتفضلوا قاعدين بالساعات كل اللي انتوا بتعملوه عمالين بتعملوا كده. موافقة مباشرة على كل اللي بيقولوا مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حتى لو كان اللي بيقوله في شتيمة او غلط سواء في لعيبة في نادي الزمالك او في رموز لنادي الزمالك او حتى فيكم انتوا شخصيا. من هنا جت هزاز الرؤوس. اما بقى حته الكلام اللي انت قلته في نفس البث المباشر من صفقات الاهلي مش حلوه وصفقات الاهلي انت اتكلمت عنها وليه الاداره ما انتقدتش في الكلام ده، فانا بس كل اللي هقوله لك ان اللي بيجيب الصفقات في النادي الاهلي بتيجي بناء على طلب المدير الفني. لما جه ميكيسوني ولما جه بيرسي تاو جه بناء على طلب موسيماني. اللي الوحيد الإدارة تتحمل مسؤوليته إن هي اللي جايباه هو سافيو، إنما أي لاعب تاني بيجي داخل النادي الأهلي بيجي بناء على طلب المدير الفني. إنما عندكم العملية بتبقى ماشية عزبة، اللي بيجيب اللعيبة مجلس الإدارة سواء كان المدير الفني عايزها أو مش عايزها، اللي بيجيبها مجلس الإدارة. وده الفرق اللي ما بين الأهلي وما بين الزمالك. ومع ذلك جماهير النادي الأهلي بتنتقد الإدارة خصوصا في الوقت الحالي، سواء كانت في الصفقات اللي جت أو اللي وصل إليه فريق النادي الأهلي في الوقت الحالي. فرق شاسع جدا جدا ما بين منظومة النادي الأهلي ومن منظومة نادي الزمالك. مهما حاولت إنك أنت تحسن الصورة بتاعتكم هتفضلوا مطبلاتية وهتفضلوا هزاز الرؤوس، لأن هو ده تمامكم. أنا كده خلصت حلقتي، ويا رب دايما أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.